السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. قصة النهاردة، الواقعة بتاع النهاردة حقيقية 100%. 100%. ورجاء من اي ست، بلاش تروح الدجال، بلاش تروح الدجال، بلاش تروح الدجال. الدجالين بيضروا ما بينفعوش. الدجال بيضر ما بينفعش. ان ما كانش هيضرك انت، هيضر بيتك، هيضر ولادك، هيضر. ما بينفعش، ولا بينفع ولا بيضر بمعنى صح. بس انا قصدي بالضرر ان ايه؟ ضرر نفساني ليكي انتي، ضرر نفساني ليكي انتي. لو انت اتضريتي ضريتي بيتك كله. لو انت اتضريتي ضريتي بيتك كله. لو مشيتي ورا الدجل ورا الشعوذه والكلام الفاضي اللي ما يرضيش ربنا، هتتضري ضرر معنوي ونفسوي وكل حاجه ومادي. ما هدول ما يعرفوش ربنا، دجالين، ما يعرفوش ربنا، ما يعرفوش ربنا، ابعدوا عنهم. الحكاية وما فيها ان اتنين اصحاب، الاتنين انتين بعض. واحدة منهم اتجوزت والتانية لسه، ربنا ما أرادش لأنها تتجوز. المهم البنت يعني ما اعترضتش ولا قالت حاجة بصراحة ربنا. بس اللي اعترضت أمها، اللي اعترضت أمها، لأن هي تعتبر ملهاش غير والدتها البنت وأمها بس. والدها ميت وملهاش اخوات تاني، واختها الكبيرة متجوزة. فوالدتها بتقول لصاحبتها، يعني واخدة عليها زي بنتها، يا بنتي اختك اللي حواليها كلهم اتجوزوا، ست على نياتها، ست بركاوي زي ما بيقولوا، ست طيبة. بتقول لها يا بنتي اختك اللي حواليها كلهم اتجوزوا وخلفوا، وهي قاعده وديكي شايفاها زي القمر وحلوه واخلاق ومؤدبه وشهاده ووظيفه وكل حاجه فيها. طب ايه اللي مأخر الجوازه دي؟ ايه اللي مأخر؟ ايه اللي بعد الشباب؟ ايه اللي يعني؟ ست بتتكلم بعفويه جدا. لو لئيمه أو مش هتقول ده كل يوم عريس، بس احنا اللي بنرفض، والكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه ده، والواحده ما بتتفش وش احد. المهم راحت الست دي بتحكي لصاحبتها، صاحبتها قالت لها بصي ده كل حاجة نصيب وربنا يرزقها إن شاء الله، ما تستعجليش، يمكن سبحان الله التأخير ده في خير ليها. ما تعلميش انت ايه ربنا بيقدم ايه وبيأخر ايه. مش كل اللي متجوزين مرتاحين، ومش كل اللي قاعدين برضو تعبانين، لا دي هي كده كده مش محتاجة لحد ومستورة والحمد لله. العريس ايه ست هيجي مع الصبر، هيجي، ده نصيب، وكل حي بياخد نصيب. المهم بردت قلبها بكلمتين وسكتت. برضو من تحت لتحت صاحبتها وزعلانة عليها. ربنا رزقها بواحدة بتقول لها ده أنا